بيبدأ فيلمنا مع دري وبيسافر مع والدته للصين بسبب إن شغلها الفرعي اتنقل للصين، وبيسيب جيرانه وأصحابه وبيتحركوا على المطار. وقبل ما يتحركوا على المطار صاحبه بيديله سكيب بورد هدية. وبيوصل دري مع شيري والدته للصين، بيشوف القرية الأولمبية واللي بيتعمل فيها كل حاجة خاصة بالرياضة. وأول ما بيوصلوا للسكن بتاعهم بيقابلوا الست اللي هتديهم الشقة، وبتقول لهم لو عايزين أي حاجة ياريت تكلموا مستر هان علشان لغته الإنجليزية كويسة. وأول ما بيدخلوا شقتهم بتبص شيري على الأرض، بتلاقي ان دري قلع الجاكيت بتاعه ورماه على الارض كالعاده زي ما هو متعود. فكالعاده بتقوله شيل الجاكيت من على الارض وياريت انه يبطل الحركه دي. وبتقوله والدته انه ينزل يدور على مستر هان علشان يصلح الميه السخنه اللي عندهم في البيت. وبينزل دري يدور عليه لحد ما بيوصل له. وبيقول دري لمستر هان انهم سكان شقه 305 ومحتاجين مساعده في تصليح الميه عندهم، لكن بيلاقي مستر هان بياكل فبيسيبه ويمشي. وبعدها بيتحرك دري على الجنينه وبيتعرف على صديق اسمه هاري وبيلعب معاه كرة سلة. وبعدها بيجرب يلعب بينج بونج مع راجل كبير، وبيفتكر دري الراجل ما بيعرفش يلعب وانه ممكن يكسبه، لكن الراجل بيطلع محترف جدا في البينج وبيفضل الراجل يكسبه وما بيعرفش دري يسجل ولا نقطة فيه. وبيكون دري طول الوقت بيراقب بنت قاعدة بتتدرب على عزف الكمان وسط الجنينة، وبيحاول دري انه يتعرف عليها او يكلمها لحد ما بيجي طفل تاني وبيبان انه قريب البنت اللي دري معجب بيها. وبيسألها ليه بتكلمي واحد تاني وما بتتدربيش، لكن بيتخانقوا مع بعض وبيمسك الطفل النوتة منها وبيرميها على الارض. لكن دري بيحاول انه يتدخل بس الطفل بيضربه وبيوقعه على الارض، لكن دري بيقوم تاني من على الارض وبيحاول انه يضربه، لكن دري هو اللي بيتضرب جامد جدا منه وما بيقدرش انه يلمسه حد. وبيكون دري مش قادر يقف على رجله وبيفضل يتضرب، وبعدها بيسيبوه ويمشوا. لكن بيقوم دري بعدها بالعافية من على الارض وبيتسحب دري علشان والدته ما تشوفوش لحد ما بيدخل اوضته. لكن دري بيبان عليه انه بيتألم جامد وبيقفل عليه باب اوضته قبل ما والدته تشوفه. لكن بيجي تاني يوم وبيكون اول يوم لدري في المدرسة، وبيحط دري مكياج في عينه علشان يداري الكدمة اللي في عينه من علبة والدته، وبيلبس كاب على راسه علشان شيري والدته ما تاخدش بالها. وبيروحوا هما الاتنين المدرسة، وبتكون المديرة مستنياهم علشان ترحب بيهم. وبتقول مديرة المدرسة لدري ان ممنوع لبس الكاب في المدرسة، فبتشيله شيري من على راسه. لكن شيري بتلاقيه حاطط مكياج علشان يداري الكدمة اللي في عينه. لكن بتعرف شيري انه اتخانق مع حد، وبتفضل تسأله مين يتخانق معاه علشان تروح تشتكي لأهله. لكن بيصمم دري انه اتخبط في عمود حديد من غير ما ياخد باله، لكن دري بيخبي عليها علشان عارف انها هتتخض عليه. وبيدخل دري المدرسة وبيلاقي البنت اللي معجب بيها معاه، وبتيجي تسلم عليه وبتقوله ان اسمها مي، وبتتأسف له على اللي تشانج عمله معاه. لكن دري بيسألها ان في صلة قرابة بينكم، فبتقوله مي انهم مش قرايب لكن اهلهم اصحاب جدا وبتعرفوا من طفولتها. وبتسيب دري علشان تروح تكمل التمرين على الكمان بتاعها. واثناء ما دري بيبص لها بيلاقي تشانج جه جنبه وقلب الاكل بتاعه على هدومه. وقبل ما دري يمسك فيه تاني بتتدخل المديرة بينهم وبتمنعه عن الخناق لحد ما اول يوم مدرسي بينتهي وبيرجع دري لبيته. لكن بيحاول دري انه يتعلم الكاراتيه من خلال التلفزيون يمكن يقدر يضرب تشانج. وبيلاقي مستر هان بيخبط على شقته علشان يدخل يصلح المايه السخنة، وبيشوفه وهو بيتمرن غلط. لكن بتدخل والدته من بره وبتلاقيه رامي الجاكيت بتاعه على الارض كالعادة، وبتتخانق معاه كالعادة لانه قالت له اكتر من مليون مرة انه يشيل الجاكيت من على الارض. فبيشيله دري وبيعلقه، وبيلاقي ان مستر هان بيتفرج عليه. وبيروح دري للمدرسة وبيلاقي ان تشانج واصحابه قدامه، وبيحاول انه يتجنبهم لانه خايف انه يتضرب تاني. وبيوصل لاوضه الموسيقى اللي مي بتتدرب فيها على عزف الكمان، لكن المدرب بيقول لها انها محتاجة تتدرب في ايام الاجازة كمان علشان تحسن من مستواها. وبيقول لها انه هيكلم اهلها علشان التدريب الاضافي. وبعد ما المدرب بيطلع من القاعة بيروح دري يقول لها ان عزفها جميل، وبيسألها دري عن سبب تدريبها. فبتقول له مي ان عندها تجربة اداء علشان تدخل معهد بكين الموسيقى. وبعدها بيسيبها دري وبيخرج من القاعة، لكن بيلاقي تشانج في وشه بيرخم عليه وبيفضي شنطته وبيقول له انه يحاول يتجنبه علشان ما يحصلش زي اخر مرة، وبيسيبه وبيمشي. وبعد ما بيروح البيت بينزل يتمشى مع والدته وبيلاقي في طريقه مدرسة كونج فو. فبيقرر دري ان يدخل يشوف التدريب فيها لانه عايز يتعلم اسلوب القتال عشان يقدر يضرب تشانج. وبيلاقي مجموعة كبيرة قدامه وبيتدربوا، وبيكون شعارهم ان مفيش ضعف ولا ألم ولا رحمة للخصم. وقبل ما بيتكلم مع المدرب بيلاقي ان تشانج واحد من ضمن المجموعة دي. فبيخرج دري بره المدرسة وبيرجع في كلامه، وبيخرج بره المدرسة كلها. لكن بيقفوا قدام أوضة مستر هان وبتحاول شيري تفهم من دري ايه اللي ضايقه، لكن بيقول لها دري انه بيكره المكان ده وعايز يرجع تاني لاصحابه لان هنا مش مكانهم. فبتقول له والدته ان ملهمش مكان غير هنا، ودي حاجة غصب عنها ولازم يتأقلموا عليها. وبيطلعوا هما الاتنين لبيتهم، وبيكون مستر هان سامعهم
هما بيتكلموا. وبيجي تاني يوم وبيكون دري طالع رحلة مدرسية للمدينة المحرمة، واتسمت بالاسم ده لان زمان الامبراطور كان بيحرم اي حد انه يدخلها، ومن هنا جه اسمها. لكن بعد موته اصبحت مكان اثري للزيارة، وبيحاول تشانج انه يضايق دري خلال الرحلة لحد ما بيرجعوا تاني للمدرسة. لكن دري بيقرر انه ينتقم منهم، فبيقرب منهم دري وهو مستخبي وبيرمي عليهم ميه بزيت وبيجري من المكان، لكن هما بيطاردوه. وبيفضل دري يحاول يهرب منهم لحد ما بيدخل البوابة الخلفية بتاعت عمارته، لكن بيلاقيها مقفولة فما بيقدرش يهرب منها، وبيحاصروه تشانج واصحابه وبيفضلوا يضربوا فيه وما بيرضاش تشانج انه يرحمه. وقبل ما بيضرب تشانج بكل قوته في وشه بيلاقي ان مستر هان قدامه، وبيمسك ايد تشانج وبيقول لهم مستر هان ان كل واحد يروح لبيته وكفايه كده. وبيروح مستر هان علشان يساعد دري على الوقوف، لكن بيحاول تشانج انه يضرب هان نفسه، لكن مستر هان بيصده بكل سهوله. وبيحاولوا اصحاب تشانج انهم يضربوا مستر هان، لكن بيخليهم يضربوا بعض بالغلط، وكل اللي بيعمله مستر هان انه بيصد حركاتهم بس وما بيضربش ولا واحد فيهم. وبيكون دري بيتفرج على اللي بيحصل وهو واقع على الارض بيتوجع، لحد ما مستر هان بيوقعهم كلهم على الارض، وبعدها بيشيل دري وبيوديه على اوضته علشان يعالجه بكاسات النار بتاعته. واول ما بيخلص هان بيلاقي دري ان مش حاسس باي وجع في جسمه، وان الكاسات سكنت المه. وبيسالوا دري ازاي يخليهم يضربوا بعض بالطريقه دي، لكن بيطلب دري منه لو ينفع يتدرب على كونغ فو علشان يقدر يضرب تشانج، لكن بيقول له هان ان الكونغ فو للمعرفه والدفاع مش للحرب والخناق. لكن دري بيقول له انهم مش بيتعاملوا كده، وان المدرب بتاعهم شعاره ان مفيش رحمه للخصم وده غلط. فبينصحوا هان انه يروح يتكلم مع المدرب بتاعهم، لكن دري بيخاف انه يروح لوحده لانه لو راح لوحده هيتضرب تاني. وبيطلب من هان ان يجي معاه، لكن هان بيرفض في الاول، لكن بعد تفكير كتير بيوافق هان انه يروح مدرسه كونغ فو مع دري علشان يفهم المدرب بتاعهم ان المفروض يعلمه لتلامذته. واول ما بيدخلوا بيلاقي المدرب ليه بيضرب طفل لانه ما كانش عايز يضرب زميله اكتر بعد ما هزمه. وبيقول لهم المدرب ليه ان محدش يقف بعد ما الخصم يقع على الارض، وبيقول لهم ان لازم يحسسوه بالالم والعذاب بعدها، ولو قادرين تموتوهم ما تترددوش. لكن المدرب ليه بيبص وراه بيلاقي ان مستر هان واقف وراه، وبيقول له تشانج ان هو ده اللي ضربهم. وبيكون هان جاي بيطلب من المدرب انه ما يتعرضوش تاني لدري لان 6 ضد 1 ظلم. فبيطلب المدرب ليه ان تشانج بس اللي يقف ويبقى خصم في مباراه لوحدهم، لكن بيرفض هان وبيقول له انه مش جاي للخناق وبيسيبه وبيمشي. لكن ليه بيقول له انك لازم تدفع الثمن عشان ضربت تلامذته واهان مدرسته ولازم يدفع الثمن. لكن هان بيقول له ان دري مش هيقاتل حد، وانهم هيتقابلوا في مباراه الكونغ فو المفتوحه، وساعتها بيسمح له بالانصراف، وان لو ما قابلهمش في مباراه الكونغ فو المفتوحه هيخلي تلامذته ما يرحموش دري، وبيأمرهم كلهم انه ما يتعرضوش لدري لحد وقت المباراه. وبيخرج دري من مدرسه الكونغ فو وبيقول له هان ان في خبرين، خبر حلو وخبر وحش، وان الخبر الحلو ان تشانج مش هيتعرض لك تاني، والخبر الوحش انه هيشارك في مباراه الكونغ فو ويقابلهم كلهم في مباريات منفصله، وانه ناوي يدربوا على الكونغ فو الحقيقي. وبيجي لهان تاني يوم علشان يبدا التدريب، واول حاجه دري بيعملها انه بيقلع الجاكيت بتاعه وبيرميه على الارض، وبيقول لهان انه جاهز يتدرب وانه سريع جدا وممكن يتعلم اي حاجه بسرعه وعنده شويه معلومات عن الكونغ فو وممكن تساعده. لكن هان ما بيهتمش بكلامه وبيطلب منه يروح يجيب الجاكيت بتاعه ويعلقه قدامه، وبعدها بيطلب منه انه ينزله من مكانه ويلبسه، وبعدها يقلعه ويرميه على الارض وهكذا. وبيفضل طول اليوم على كده. وبعد اول يوم بيرجع دري وهو محبط انه ما اتعلمش حاجه، لكن بيروح يعلق الجاكيت بتاعه قدامه، وبتستغرب والدته انه لاول مره بيعلق الجاكيت من نفسه. وبيفضل على الحال ده ايام، وبيكمل تدريب عند مستر هان لحد ما والدته بتعدي على مستر هان علشان تاخده للمهرجان اللي هيتعمل في المدينه، وبتكون جايبه تذكره تانية لمستر هان علشان يجي معاهم، ومش هتقبل ان هو يرفض. وبيروحوا هما التلاتة على المهرجان، وبتكون مي في المهرجان وبتقابل دري، ومي بتوعده انها هتحضر المباريات بتاعته، وهو بيقول لها ان هو هيحضر تجربه الاداء بتاعتها، وهما الاتنين بيتفقوا على كده. وبيروح دري لمستر هان وبيلاقي ان مستر هان بيصلح العربيه بتاعته علشان يكمل تدريبه، وبيدخل من غير ما بيستأذن. فبيقول له هان انه ما سمحلوش بالدخول علشان يدخل بيته، وبيخليه يرجع تاني ويستأذن، وبيدخل يكمل تدريبه بالجاكيت بتاعه لحد ما صبر دري بينتهي، وبيقول له ان هو اتعلم الدرس وانه علق الجاكيت فوق ال1000 مره واكتفى من كده وعايز يتدرب كونغ فو. وبياخد الجاكيت بتاعه بيكون عايز يمشي من البيت، فبيناديله مستر هان، فبيطلب منه انه يقف قدامه وياخد الجاكيت منه، وبيقول له انه يخليه في ايده ويلبسه، وبيبدا يعلمه ان حركه لبسه وقلع الجاكيت بتحرك دراعه كله، وده اللي هو محتاجه في الكونغ فو، وانه حركه ايده بتبقى قويه وثابته. وبيبدا انه يدربه على حركه رجله، وبيطلب منه يجيب الجاكيت بتاعه من على الارض. في نفس الوقت بيكون هان بيرفع رجله علشان يضربه بيها، وده لانه موطي.
تفادي، فبيكون تفادي الضربة فوق، وبيفهم دري ان كل ده تدريب على حركات اساسية بدون ما يعرف، وانه علمها له ببساطة من خلال حاجة يومية هو بيعملها، وان الكونغ فو موجود في كل حاجة في يومهم، لكن اللي بيستغله صح هو اللي بيعرف قيمته الحقيقية. وبياخدوا هان معاه المكان اللي اتدرب فيه الكونغ فو مع والده، وبيسافروا سوا لحد ما بيوصلوا، وبياخدوا هان المكان اللي اتدرب فيه الكونغ فو مع والده، وبيقول له دري انهم هيروحوا لقمة الجبل ويشربوا من بئر التنين، وبيبدأوا رحلتهم في طلوع الجبل لحد ما بيوصلوا لقمته. لكن بيشوف دري قدامه مدربة بتتحرك قدام ثعبان الكبرى بدون ما تلدعها، وبتكون مركزة في عينها جدا اثناء حركتها، وبيكمل دري ماشي لحد ما بيوصل لبئر التنين، وبيشرب منه دري، وبيسأله دري ان ازاي الست قدرت تتحكم في التعبان اللي قدامها وهي بتقلده، فبيقول له هان ان التعبان هو اللي كان بيقلدها لان الست قدرت تسيطر عليه بقوتها الذهنية. وبيبدأ هان يدرب دري في المكان اللي هو اتدرب فيه من هو صغير، وبيرجعوا تاني لبيتهم. لكن دري بيكون موضوع التعبان شاغل دماغه، لان دري نفسه يسيطر بالطريقة دي على التعبان هو كمان. وبيكمل هان تدريب بكل الاشكال والاساليب الممكنة، وبيتدرب في كل مكان بيروح فيه. وبيقول له مستر هان انه ياخد اجازة بكرة من التدريب لان التدريب كتير مؤذي، فبيروح تاني يوم لمدرسته. وبيلاقي ان تجربة الاداء بتاعت ماي بعد تاني يوم، وماي بتكون واقفة ومرعوبة، وبيطمنها دري وبيقول لها انها تاخد النهارده اجازة علشان تقدر تركز في تجربة الاداء بتاعتها، وده لان التدريب الزيادة مؤذي زي ما هان قال له. وبيهربوا هما الاتنين بره المدرسة، وبيقضوا اليوم كله هم مبسوطين لحد ما بيجي تليفون من والدها وبيقول لها ان ميعاد تجربة الاداء بتاعتها اتقدم وبقى بعد تلت ساعة وهيعدي عليها وياخدها. وبترجع ماي مع والدها للمدرسة، وبيروح دري جاري علشان يشجعها زي ما وعدها، وبيحضر العزف بتاعها. وبعد ما بتخلصوا بيطلب والد ماي منها انها ما تعرفش دري تاني، وبتروح ماي تقول لدري انهم ما ينفعوش يبقوا اصدقاء، وبتنفذ كلام والدها غصب عنها. لكن دري بيتضايق من اللي حصل، بدل ما بيروح لبيته بيروح لهان، وبيشوف هان اول مرة بيكسر في عربيته سكران، وان هان طول الوقت اللي فات عمال يصلح في العربية. وبيحاول دري انه يمنعه وبيهديه، وبيشوف على العربية خبر حادث العربية مات بسببها طفل وام، وبيفهم ان دول عيلة هان اللي خسرهم في حادثة العربية اللي كان بيكسرها. وبيحكي له مستر هان ان زي النهارده كان مع عيلته في العربية، وان الطريق كان منحدر والمطرة قوية جدا، وكان بيتخانق مع مراته لدرجة ان عصبيته خلته يفقد السيطرة على العربية وحصلت حادثة ومات اهله بسببها. وكل سنة بيصلح العربية بتاعته، وفي كل يوم الحادثة بيكسر العربية بسبب شعوره بالذنب، وبيفضل يعيط علشان خسر عيلته لحد ما بيروح دري يجيب العصاية لهان وبيخليه هان يمسكها، وبيطلع بره العربية. بيروحوا تاني يوم لسور الصين العظيم مع بعض علشان دري يتدرب، وبيبان ان مستوى دري اتحسن جدا في الكونغ فو. لكن بتفضل ماي خايفة انها تكلم دري علشان والدها ما يعاقبهاش، وخصوصا ان والدها كل يوم بياخدها من المدرسة علشان ما يدهاش فرصة انها تكلم دري. وبيروح في يوم قاعة المباريات وبيقول لهان ان مش مهم الفوز او الخسارة، وانه يكسب احترام الموجودين، وساعتها محدش هيضايقه تاني. وبيديله بدلة اللعب هدية، وبيحضنه دري وبيشكره وبيقوله انه افضل صديق ليه. وبيطلب دري من هان انه يساعده في الخطاب اللي عايز يقوله لوالدة مي علشان يرضى يخليها تحضر المباريات بتاعته. وبيروح دري يقابل والدة مي بعد ما حفظ الخطاب اللي هان كتبه له، وبيقول لوالدها ومي واقفة معاه، وبيفهمه ان مي اعز صديقة ليه، وانه بيوعده انه هيكون افضل صديق ليها لو سمح لها تحضر مباريات. وبيوافق والدها ان مي تحضر مباريات. وبيجي وقت المباريات وبيكون هان مش عارف قوانين المباراة، وبيقول له ان لو سجلت نقطتين هتكسب، المهم انك تضرب الخصم مرتين بس. وبيبدأ دري اول مباراة ليه، لكنه بيبعد عن الخصم وبيخرج بره الحلبة، وبيحذره الحكم انه ممنوع يخرج بره الحلبة. وبيكمل دري مبارياته بعد تركيز وبيخسر نقطة، وبيكمل دري مبارياته بعد تركيز وبيقدر دري انه يكسب اول مباراة. وبيستمر المباريات، وبيبان ان اسلوب تشانج في الضرب عنيف جدا وقاصد انه يأذي الخصم قبل ما بيكسبه، لان ده اسلوب تدريب المدرب بتاعه. وبيتنقل دري للربع النهائي وبيقابل واحد من فريق، لكنه بينجح انه يهزمه، وبيتنقل على حسابه للنص النهائي. وبيكون مي واهلها وشيري قاعدين يشجعوه، وبيقول له هان ان في مباراة نص النهائي ان لازم 3 نقاط علشان يكسب. وبينتقلوا للحلبة الاكبر، وبتكون اول مباراة من نصيب تشانج انه يكسبها وينتقل النهائي، والخصم ضد دري وبيكون من فريق ليه برضه، وعشان كده بيطلب منه انه يكسره لانه عايزه يتحطم نهائيا. لكن ما بينفذش كلام المدرب وبيكسر رجله، وبيكون السبب انه استبعد، وبيتم اقصائه نهائيا من المباراة بسبب لعب الغير شرعي. وبيتقدم دليل المباراة النهائية ضد تشانج ورجله شبه مكسورة ومش قادر يقف عليها. وبيتنقل دري على العيادة، وبيقول للدكتور ان ما ينفعش يكمل والا هيتأذي اكتر. لكن بيطلب دري من هان انه يعمل الكاسات النارية على جسمه
علشان يقدر يقف بس، وانه هيستمر في المباراة وهيقاوم الألم. وبيسأله هان ليه عايز تكمل قتال وهو اثبت اللي عايزه خلاص، فبيقول له دري انه لسه خايف من تشانج ولازم يواجه خوفه بدل ما يفضل طول عمره مكسور. وبيسمع كلامه هان وبيعمل الكاسات النارية اللي هتسكن الألم مؤقتا، وبيرجع وهو بيعرج يكمل المباراة. وبيتريق عليه ليه وهو نازل من على الحلبة لانه فاكر نفسه هيستلم الكاس، لكن دري بيرجع تاني للحلبة وبتبدأ المباراة ما بين تشانج ودري على كاس البطولة النهائي. وبيتفادى دري اكبر قدر ممكن من ضرباته علشان ما تجيش فيه، واخر ضربة من تشانج بترميه بره الحلبة وبيكسب تشانج نقطة على حسابه. لكن دري بينجح انه يستعيد التعادل بسرعة في الجولة التانية، وبينجح انه يتفوق عليه بنقطة كمان، وبتكون النتيجة 2-1 لدري. وساعتها بيطلب ليه انه يتكلم مع المتدرب بتاعه، وبيطلب منه انه يكسر رجل دري نهائيا علشان ما يقدرش يقف عليه. ساعتها تشانج بيستقصد رجله علشان يضرب فيها، وبيضربه بطريقة قانونية على رجله، وفعلا بيتعذب دري من الألم. وبيتم التعادل ما بينهم، وبيكون فاضل نقطة واحدة بس للفوز بالكاس، وبيقف دري بالعافية علشان ما يتمش استبعاده من المباراة. وليه بيستغرب انه لسه دري قادر يقف على رجله، وبيقف دري على رجل واحدة زي ما كانت المدربة بتاعت التعبان واقفة، وبيبص لتشانج زيها وبيركز معاه علشان يعرف حركته الجاية ايه. واول ما تشانج بيهجم عليه بيقدر دري انه يتفادى ضرباته، وبينجح ان هو اللي يقدر يضربه ويكسب نقطة لحسابه، وبيكسب دري بالبطولة قدام كل الموجودين. وبتنفجر القاعة بهتافات الجماهير اللي بيشجعوه، وبياخد تشانج الكاس وبيسلمه بنفسه لدري دليل احترامه ليه. وبيلاقي هان ان كل طلبة ليه بيقدموا له احترامهم، وبيكون دري كسب الكاس بسبب تدريب هان المدرب بتاعه. لحد هنا فيلمنا خلص، سلام.